يا أهلا بالحلوين، عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا الفيديو ده. جايلكم النهارده بيوم جديد وفيديو جديد، ان شاء الله كده الفيديو يكون خفيف على قلبكم ويعجبكم. وحشتوني جدا من اخر فيديو كنا فيه مع بعض، وشكرا يا حبايبي على الاشتراك في القناة، شرفتوني ونورتوني والله. وحبيبتي اللي كتبتلي ان هي من الجزائر، نورتيني وشرفتيني. يلا كده نبدأ ونقول بسم الله. عملت النهاردة أكلة بقالي زمن ما عملتهاش، كنت عايزة اعملها، البصارة. في حد مش عارف البصارة؟ انا بموت في الاكلة دي، فكرني كده بايام زمان. والله بقالي كتير ما عملتهاش، وجت كده ببالي في حيرة الاكل اللي احنا فيها اللي مش بتخلص. قلت ايه، يلا النهارده نقضيها بصورة. وهي اكلة شتوية كده وبتدفي برضو زيها زي العدس وكده. انا بعتذر جدا وقسما بالله على صوت العربيات ده، بجد خنقني. انا هيبقى سبب مشاكلي من الشقة اللي انا قاعدة فيها دي هي صوت العربيات، كمان في بنزينة جنبي، فالاتنين مع بعض عاملين قفلة فظيعة. ولا بالليل ولا الصبح ولا الفجر ولا في اي وقت، 24 ساعة كده. ربنا يرحمنا والله. انا مش عارفة شوية كده هعمل ايه لما يعني العيال تكبر شوية ويبقوا بيذاكروا، ويبقى عندهم مثلا في 6 ابتدائي واعدادي والكلام ده كله. انا مش فاهمة بصراحة الجو هيبقى عامل ازاي. ما بقعد اتخيل كده مع نفسي، انا عن نفسي لما بسمع الصوت ده برجل كده ودماغي بتفضل تروح وتيجي، فبالك هما بقى. ان شاء الله يكون مشينا مننا باذن الله باذن الله، ربنا يكتبها لي وامشي مننا على خير ان شاء الله. معلش خدتكم في من موضوع لموضوع. هقول لكم انا بعملها ازاي وجربوها والله هتعجبكم قوي. انا كان في حد ما بياكلهاش واكيد هيشوف الفيديو ده، وما كانتش بتاكل البصارة دي، ولما انا عملتها عجبتها وكلتها وبقت بتعشقها من ايدي. الحمد لله الحمد لله بفضل ربنا عليا، انا بعرف اعمل اكل حلو الحمد لله. ودي بشهادة اللي حواليا مش بشهادتي انا، محدش بيشكر في نفسه. اول حاجه كده بجيب الفول اللي هو الفول المدشوش عادي، وبنقعه من ساعتين ل3 كده، ولو مستعجله نعيب ميه سخنه يعني ميه في الكتل كده وبسيبها ساعه. يعني انا كنت عامله نص كيلو فول، حطيت عليه حزمه كزبره وحزمه شبت وبصلايه كبيره. كل ده كده بحطهم على النار لحد لما تدوب بقى، كل اللي فيها ده يدوب. انا كنت بعملها الاول بالثوم، بس توم مع بصل بيبقى قفله جامده قوي مع القولون، فبيروح بينا في حته 13 يعني، لا مش حلو. وبسيبها بقى كده على النار وبضرب لحد لما تدوب كده وتتهري خالص، وبسيبها بقى تبرد شويه كده، وبقوم ايه عم ضربها في الخلاط وبرجعها تاني في قلب الحله. بكون بقى مقطعه حبه بصل محترمين بقى، على قد ما انت بتحبي البصل كتري كتري وبلاش تستخسري. وقطعت كده البصل وبحمره زي بتاعة الكشري كده، وفي الاخر لما بيكون قرب اللي هو ياخد اللون الدهبي ده بنزل عليه بحبة ملح عشان ما يبقاش ممرر كده. وبسيبها بقى ايه، بحط كام معلقة كده في قلب الحلة معاها وبديها تقلبتين، وبحط لها التوابل: فلفل اسود، ملح، فلفل اسود وملح ومرقة، مرقة دجاج. انا طبعا انتوا عرفتوا كده ان انا بحب مرقة الدجاج في كل اكل. بس كده. وبحطها بقى في اطباق، في ناس بتسيبها في الحله بس ما انا بحب احطها في اطباق كده، وبحب ازود الطبق من فوق كده بحبه ايه بصل كده محترمين، فتاخدنا في حته تانية كده. ويا بقى لو عامله جنبها شويه بتنجان مخلل، بس انا ما كانش عندي، وكان عندي المدرسه بره بتدي الدرس للرحيم، فما عرفتش انزل اجيب ولا ابعته هو يجيب لي. لو جنبها بقى شويه بتنجان كده
مقليين وحبة فلفل، يا خرابي. انا بحب النوع ده من الاكلات اكتر من اللحمة والفراخ بكتير. اللي زي يكتبلي كده في الكومنتات، قسما بالله. انا عن نفسي احب الاكل اللي هو الشعبي ده. ياه، جبنة قديمة، بطاطس محمرة، الاكل اللي هو بتاع زمان كده. كنت باجي من المدرسة الصبح كده، بعد ما ارجع من المدرسة على الظهر الاقي الاكل ده كده معمول جبنة قديمة، بطاطس محمرة، فول بقوطة. الحاجات دي بصراحة بحبها وبعشقها اكتر من اللحمة والفراخ. يعني لو هتخيروني بين ده وبين ده، لا، انا اكل الاكل ده ومزهقش منه ابدا. بس انا بقى ما كانش عندي زي ما بقولكوا كده. انا حطيت كان جرجير، كان عندي جرجير وبصل اخضر، فقمت حطاهم كده معاها، وعيش كده اللي هو الملدن ده. يا نهار ابيض. وما تعديش بقى تاكلي كام رغيف يعني، ولا دايت بقى، ولا احنا في شتا، معروف في شتا يعني اكل. نبقى نبدأ في الدايت ده بعد العيد، نكون دخلنا على الصيف كده. بس كده يا بنات، وده كان اكلنا والحمد لله، وربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال، اللهم امين. طمنونا عليكم يا بنات، عاملين ايه؟ عاملين ايه في الايام دي بتاعت الامتحانات والضغطة بتاعت الامتحانات؟ انا حاسة ان انا اللي بمتحن مش ابني، قسما بالله. انا حاسة ان انا زمان كده لما كان الواحد بيبقى وراه امتحان وينام ويحس ويحلم ان الامتحان ضاع عليه، ويقوم يلاقي لسه الوقت، يا الساعة 3 يا بعد الفجر لسه. اللي كان بيحصل له الكلام ده ولا انا لوحدي؟ انا بقى حاسه ان انا بعيش الايام دي دلوقتي. النوم، حاسه النوم قلق. حاسه ان انا اللي بمتحن، حاسه ان انا اللي هدخل على لجنه. مش عارفه ليه ضغطة الاعصاب دي. انا بقى مكنتش بقى يعني، كنت بخاف من مراقبة الامتحانات وانا صغيرة، بس حاسة ان انا دلوقتي خايفة اكتر. ليه مع ان انا خلصت؟ طب انا خايفة اكتر ليه؟ ربنا يعديها على خير يا رب. احنا فاضلنا يوم السبت والحد والاتنين، وان شاء الله يخلصوا على خير، عشان خلاص تعبت. هنا بقى كان بعد الاكل بقى وكلنا والحمد لله وخلصنا. كان عندي بقى شوية مواعين كده، قلت بقيت المطبخ كده ايه، رايق. انتهينا بقى غسل حبة المواعين اللي ورايا ومخلصاهم. الفيديو هنا متسرع يا بنات، يعني هو مش بالسرعة دي. شايفة ان انا بعمل سريع سريع، لا مش بالسرعة دي خالص خالص. بس كنت عاملة بقى تقريبا بس الكلام ده كان اول امبارح. كنت عاملة حمص الشام، طريقته برضه بعمله جامد. لو عايزين طريقته قولولي وانا اعمله معاكم. بس كده يا بنات، واللي بيشوف الفيديو ما بيعملش اشتراك ولا بيعمل لايك ولا بيكتب كومنت، يعني شرفينا ونورينا وكترينا، واعملوا اشتراك ولايك لو عجبكم الفيديو، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وشجعوني يا بنات والله، عشان اما بحس كده ان حد بيشترك جديد بيشجعني ان انا اقوم اصور واعمل. التصوير برضه متعب، بياخد وقت وبياخد مجهود وكده. فلما بتحسي انتي في حد بيهتم اللي انتي بتعمليه، فبتتشجعي اكتر، عكس ما انتي بتحسي انتي مفيش حاجة كده. كنت الاول بحس ان انا بكلم نفسي يعني، من اول ما بدأت غير دلوقتي الحمد لله. ان شاء الله كده تبقوا عيلتي التانية، ونبقى اصحاب. واشتركوا في اللي بيشوف الفيديو بيعجبه. انا عارفه والله، انا كنت زيكم برضه، عشان يعني مش هلوم عليكم. يعني انا ما كنت متفرجه على اليوتيوب، ولا كنت بشترك، ولا كنت بعمل كده. بس دلوقتي بقيت اعمل الصراحه. كنت بتفرج كده وفي صمت. فيعني مش هتتعبي يعني، مش هتزعلي.
واعملوا لايك واشتراك في القناة لو عجبكم الفيديو زي ما قلتلكم، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وعاملين ايه بقى؟ خلاص رجب يا بنات، خلاص بيطير، داخلين بقى على رمضان ان شاء الله باذن الله باذن الله. ناويه كده وعامله في خطتي ان انا اصور لكم يوم بيوم في رمضان في اكلاتنا، بس برضو زي ما انا هنزل لكم كل يوم انتوا برضو تكتبولي انا عملت اكله وانتوا هتشوفوها اللي انتوا هتنفذوها، هشوف انا برضو اغش منكم واشوف يعني نمشيها كده ان شاء الله. يجي كده كل سنة وانتوا طيبين، ويجي علينا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، ويرحم امواتنا جميعا. والله الف رحمة ونور تروح لهم. اول يوم رمضان ده يا بنات هبقى احكي لكم بقى الفيديو اللي جاي عشان خلاص هو هيبقى فاضل دقيقة وهبقى اقول لكم. كنت بقضي انا بحب رمضان زمان قوي، رمضان دلوقتي لا، مش بحبه يعني، استغفر الله العظيم يا رب، هو ايام ربنا كلها حلوه، بس بحس رمضان بتاع زمان كان فيه كده بحس بيه يعني. كل ما الواحد بني ادم بيكبر برضه مش بيحس بالحاجه زي ما هو صغير وهو عيل كده. الحمد لله على كل حال. هبقى احكي لكم رمضان اللي فات، رمضان زمان كان معايا بيبقى عامل ازاي، كنت بحس بيه ازاي، كنت بقضيه ازاي، الفيديو اللي جاي. صدعتكم؟ يلا كده تشجعي، انا عارفه ان الجو برد. لو عجبك الفيديو كده وجربي الاكله بتاعت البصاره واكتبيلي في الكومنتات، وشطبي كده المطبخ كده وقومي خدي تشجعي وخدي طاقه ايجابيه كده، خلصتي كل اللي وراكي. وبس كده يا بنات، الفيديو يكون معانا خلص. هتوحشوني جدا جدا. باي باي، مع السلامه. هنا بقى كنت بحط الحواء من البوتاجاز. يلا كده باي باي.